صاحبة هذه الصورة أمينة فيلالي وضعت حدا لحياتها نهاية شهر يناير الماضي. أمينة في ربيعها السادس عشر أقدمت على الانتحار. نعم، بهذه البساطة ابتلعت سما للفئران لأنها أجبرت على الزواج من مغتصبها. الشهر بنتي ضيع لي، مشيت دعيته قال يديها، ملي قال يديها قلت صافي بلا ما نقي شي حاجه. قال بنتي يديها قال له مش نديها. ملي داها بقى يتكرفس عليها يدار رباه يتقتلها، يبغى يقيلها يخليها بالجوع. العائله تجي مسكينه عندي الدار يقول لي ما ضيع معاهم. نقي لها ملي الصبار سير انا الدويره ديالك نعطيك ندير قاتي الصبار هذا الدبر بنيتي. انا ما عنديش كيفاش نقي وكيل العام يقول لهم تزوجوا وانا نقول لهم ما تزوجوش، حيت انا ما عندي حتى شي رغبه باش نتحدى وكيل العام. انا ما كيفاش نقي، انا ما كرهتش داك الدري يمشي للحبس ويبقى بنتي توصل 18 عام ولا 20 عام، يعني تسقط براسها هذيك الساعه كتخرج المسؤوليه ديالي. اما انا راه ما كنتش راضي على هذا الزواج مره وعمري ما اتفقت عليه، ولكن ملي عيطوا لي المحكمه الاسره وكذا والمراه كترغبني وكذا وافقت بزز مني وصافي. زواج الطفلة الهالكة من نفس الشخص الذي اغتصبها جاء بمباركة من محكمة الأسرة بالعرائش شهر دجنبر من سنة 2011. فبحضور عائلتي الطرفين تم إجبار الطفلة القاصر بموجب هذا الحكم على الزواج من مغتصبها، لأن القانون الجنائي المغربي ينص على أن الرجل المغتصب يتجنب السجن في حال ما تزوج بضحيته المغتصبة. ما يتعلق بهادشي ديال زواج القاصرات والاغتصاب، اولا حنا كجمعيه دينا هاد زواج القاصرات منذ صدور المدونه ملي خلت ديك الباب مفتوح ديال تقديرات القاضي، ودائما كنا كنحتجوا على الحالات اللي كتكاثر ديال تزويج القاصرات. ديك الباب اللي خلاو ديال تقدير القاضي ما كانش خصو يكون، حتى لان زوج الطفله لا داعي للزواج ديالها معنا بلا مناقشه. المفروض ان القوانين المنظمه والقوانين اللي كتحمي الطفوله والاسره كلها حاضره، ولكن على الورق، ولكن في الواقع وخاصه في المناطق هذه النائيه لا نجد اثرا نهائيا لدور او على الاقل لا نشتم رائحه لا المدونه ولا هذه الاصلاحات كامله. هنا بدوار كريمدا بضواحي العرائش بدأت أولى تفاصيل هذه القصة التي تجمد الدم في العروق. زوج الهالكة مصطفى فالك 26 سنة عاطل عن العمل يقول أنه بريء من اتهامات أسرة الهالكة. السبت كانت عندي هنايا وخرجت قالت لي غنمشي نضرنا، قلت لها واخا سير. ملي مشات لقيتها في السوق، قالت لي راه نمشيو نضرنا. جات من هنايا، جات تغدينا وطلع. ملي صافينا الرافينا بقات لها تقيه، ديك الساعه طلعت علمت بها البوليس، خليت معاه نسيبي علمت بها القايد، هو اللي صار لي البوليس. ملي صار داونا السبيطار، لا غدا الصباح قال لك السيده ماتت. لا العلاقه مزيانه، ما بغيتنا ديما فرحانين وناشطين ضحكانين. أمينة الفيلالي التي ذاع خبر انتحارها كالنار في الهشيم لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى للمريم بالعرائش. التحاليل الطبية تؤكد وفاتها جراء السم الذي ابتلعته، في حين لم يعثر على أي أثر للعنف بأنحاء جسدها الصغير. فما أوسع الحزن وما أضيق الكلمات. ما اسمعش ديك الناس اللي قولك هيدا والبي شاهد عليا.